السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ليه بنغسل التكييف؟ عندي الجهاز الكويل الخارجي بيبقى عليه تراب، بيبقى موجود المروحة الخارجية وظيفتها ايه؟ بتسحب الهواء من ناحية الكويل الخارجي، السربنتينة بتسحب الهواء علشان تطرده الناحية التانية، وهي بتسحب الهواء ده بيعدي من الكويل فبياخد الصهد، بياخد السخونة اللي موجودة في الكويل. السخونة اللي موجودة في الكويل ديت الهواء بيبرد المواسير اللي بتبقى فيها فريون. الفريون ده بيبقى بيجري بدرجة غليان عالية. يعني قصة كده ان الكمبريسور لما بيضغط فريونه بيضغطه فبيحصل سخونة كده، تبادل حراري. السخونة دي بتخلي الكمبريسور، بتخلي الكويل نفسه السخونة بتاعته بتزيد. فالمروحة دورها ان هي تعدي الهواء من الكويل عشان تبرد الكويل من السخونة. طول ما العملية دي ما شغالة الكمبريسور بيبقى شغال كويس. لما بيكون في تراب عملية الهواء بتقل، عملية الهواء اللي بتعدي من الكويل بتقل. معنى ان هي بتقل يعني في تراب خانق الزعانف بتاعت السربنتينة. الموضوع ده بيسبب ايه؟ بيسبب ان السخونة تزيد اكتر حتى والمروحة شغالة وبتسحب هواء، بس بتسحبه بكمية قليلة. الكمية القليلة ديت بتخلي ان الفريون غليانه يزيد، فالغليان ده يعمل راجع على الكمبريسور، السخونة تبقى راجع للكمبريسور. الكمبريسور بطبيعته بيسخن بس لدرجة حرارة معينة، لكن لما السخونة تزيد عليه من ناحية الفريون اللي راجع له وتزيد عليه اضعاف في وقت قليل قوي، بتجبر الكباس ان هو يفصل اوفرلود، يفصل حمل زيادة. فالعملية دي كل مرة الكمبريسور يفصل ويقعد شوية ويرجع يقوم عشان يشتغل، ياخد 10 دقايق، ياخد ربع ساعة، تلاقيه بيدبدب كده او بيرزع، يا اما ما تسمعلوش صوت ويقوم فاصل. وفي اجهزة بيقوم مرة واثنين وثلاثة وبعد كده ما تسمعلوش صوت خالص وما بيقومش خالص. ده معناه ان هو اشتغل فترة ما تكملش ربع ساعة ويريح دقيقتين ثلاثة ويرجع يقوم يلاقي نفس الموضوع تاني، فيقوم فاصل غصب عنه علشان خاطر السخونة اللي موجودة. فبعد كده الكمبريسور يبقى الكباستور ضعيف فالكمبريسور ما يقومش، فنخش في مشكلة تانية. التراب سبب الحوار ده. طالما السربنتينة فيها تراب يبقى عملية الخنق بتزيد، الهواء اللي بيعدي من السربنتينة بيبقى قليل، فلما هو بيبقى قليل بيخلي الفريون درجة الغليان السخونة تزيد أكتر، فالسخونة ترجع للكباس فيفصل. اللفة دي كلها بسبب ان في تراب في السربنتينة. لما انا اشيل التراب اللي في السربنتينة ده سواء بالبلاور او سواء ان انا خبطت على السربنتينة تطلع تراب، فده بيساعد الجهاز يشتغل مدة اطول. يا اما ان انا بغسل السربنتينة بالمية، ده سبب ان احنا بنغسل الجهاز. ده بالنسبة للجهاز من بره. طالما في تراب في الجهاز من بره الجهاز مش هيشتغل بكفاءة كويسة، مش هيديك تبريد كويس حتى لو هو كامل شحنته، حتى لو هو جديد ما كملش سنة شغل. طالما في تراب في الجهاز، الوحدة اللي جوه بيبقى التراب سنة مع 2 مع 3. طبعا انا اقصى حاجة كنت بعملها بجيب الفلتر وبغسله، فالفلتر كان بيعدي قطرات قليلة من التراب، بدأ يحوش جوه السربنتينة اللي في الفانة. مع الوقت يبدأ يكون تلج. ليه بيكون تلج؟ عشان التراب بيتحول للطينة، الطينة بتعمل خنق للهواء، فلما تعمل خنق للهواء عكس اللي بيحصل بره. دلوقتي اللي بيحصل جوه ان ما بيحصلش سخونة، لا الفريون بيبقى ماشي بدرجة تجميد. فلما يكون في طينة مفيش هواء بيعدي للمروحة عشان يجيلك هواء ساقع. اللي بيحصل ان المواسير بتبدأ تكون تلج، تبدأ تشمع تلج، فيحصل ان التبريد يقل في الغرفة، ويحصل ان يبقى فيه ميه كتير. اول ما الجهاز ما يفصل التلج كله بيسيح، وهو بيسيح وبينزل ميته كلها في الحوض، الحوض يبقى مسدود من الطينة، فيبقى فيه ميه الجهاز يجيب لك ميه من جوه. العملية دي كلها بسبب ان في تراب جوه وفي تراب في الوحدة الخارجية بره. عشان كده بنغسل الجهاز. طالما التكييف بره في تراب محتاج يتغسل، طالما التكييف جوه في تراب محتاج يتغسل، عشان كفاءة التبريد تزيد معايا والسخونة بره تبقى ماشية بشكل منتظم، والفريون يبقى ماشي واخد الدورة بتاعته بشكل كويس. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.